سبتها لحد ما صفت المية بتاعتها. جبت صينية كبيرة وما بحبش بقى ايه اعرضها للشمس، بحبها بقى ايه على زي ما هي كده على الصينية وفي قلب الصالة كده. بس تلاقي الخضار بتاعها جميل. شايفين؟ بسيبها كده بقى على الصينية، وكل شوية ايه لما ينشف المية بتاعتها كده اروح مقلباها. هنشوف بقى هنعمل ايه في المرحلة الجاية التانية. خلاص هبدأ اضربهم بقى في الكبة، وبحط معاهم قرن فلفل. انا جايبه قرنين 2 فلفل طبعا عشان الكميه ما شاء الله كبيره، فكل مره هضرب معاه ايه نص فلفلايه كده. وطبعا حقيقي من فات قديم وتاه، مفيش احلى من الايه من المخرطه طبعا. بس لولا ان انا ايديا طبعا تعباني، فعشان كده ايه وفرت قلت اعمل ايه في الكبه دي. هضربهم بقى وارجع لكم. زي ما احنا شايفين انا ضربتها اهي وبقت زي الفل اهي وناعمه وجميله. وطبعا وانا بضربها ببقى حاطه معاها اي شوربه عندك، تحطي معلقتين شوربه في قلب الكبه وانت بتعمليه عشان ايه تلف معاكي وتبقى حلوه. وما عندك الشوربه ممكن تعملي شويه ميه تغليهم وتحطي مرق الدجاج فيها، يعني هنتصرف برضه. خلاص وهعملها في كيس. وطبعا الباقي انا عملته اهو في اكياس زي ما انتم شايفين اهي. خرجت منها الهواء على قد الاكله اللي انت هتعمليها. واقول لكم ايه اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.